خصوص. لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما انت عايش احسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس اللي يقولك ازاي؟ انا عايز اقولك حاجة، فوق الهواء انضف، فوق الصحة احسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي. الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه احباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لان الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة. انت عارف ده ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا. طاقة الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة اسبوع. بتتكلم على كلام خطير. انا 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 رحت وانا جيت وانا سويت وانا عايز 3995 انا في 5000 مكالمة. لأن طالما اتبرمجت على حاجة وفي اعتقاد وراها، خلاص انت هنا بتتصرف على أساس هذا الاعتقاد. فالنهاردة يكون اعتقادك ان انا احسن من اي وقت تاني في حياتي. ليه؟ لان قررت. خد بالك، الاعتقاد عشان يتغير لازم تقرر. فمعايا دلوقتي قول انا قررت، قول انا قررت، انا قررت ان اكون احسن حاجة في حياتي. اسمع، هو مش وقت حان انك تعيش حياتك بسعادة؟ مش انت عايز تكون سعيد؟ مش عايز تكون ناجح؟ طب ايه اللي موقفك؟ ايه اللي مسكتك؟ تقول لي الخوف. طب ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لك؟ انا قلت لك قبل كده ان لو حاجة انا احطها في الفعل وما تموتنيش تخليني اقوى. اللي موتنيش يخليني اقوى، اللي موتنيش يخليني اقوى باستمرار. الحديد بيحصل له ايه؟ مش الاول حديد بيتني، يحطوه في النار وبعدين يحطوه في ميه يبقى في منتهى القوة. دي كلها تحديات الحياة. تحديات الحياة بتخليك اقوى. عشان كده خلي اعتقاداتك الجديدة تكون انا احسن انسان في حياتي، وهشتغل على هذا الاساس. من هذا المنطلق هتعلم اكتر، هشيل كل السلوكيات السلبية، هكبر في الدنيا، هتمتع بحياتي عشان أكون سعيد. عشان كده اعتقادك الجديد تقول أنا قررت أكون سعيد، إن أنا قررت إن أنا أكون ناجح، قررت إن أنا أستغل كل لحظة في حياتي أكنها آخر لحظة، قررت إن أنا فعلا أتنفس هواء نظيف، هواء الاعتقاد الجديد. وافتكر باستمرار إن الشمس بتيجي بعد الغيام، والنور بيجي بعد الظلام، وبالأمل بيتولد النجاح. عشان كده عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالكفاح، عيش بالأمل، وعيش بالحب، وقدر قيمة الحياة. تطوى صحائف الأيام، فما هي إلا دقائق تنقلك بين ليل ونهار، وإذا ذهبت ذهب بعضك. فالفرص تمر مر السحاب، سريعة الفوت بطيئة العود. لا بأس، لم يفد الأوان بعد. أحضر ورقة، أحضر قلما، افعلها الآن. اكتب اسمك في ذيل الصفحة، واكتب حلمك في رأس الصفحة. هل يبدو بعيدا؟ ربما، لكنه ليس مستحيلا. فكر كيف يمكنك الوصول إليه، فكر جيدا، قرر أن تصل إلى هناك. وكلما خطوت نحوه خطوة ارفع اسمك سطرا. يوما ما سيلتصق اسمك بحلمك، وستشعر بالدفء في قلبك. فابدأ الآن، واجعل لحياتك رؤية. البعض يعتقد بأنهم لم ولن يكونوا. أحيانا الأحلام تكون صعبة الوصول، لكن عليك بالاستمرار. مهما كانت المسافات بعيدة، إن كنت تؤمن بحلمك، وإن كنت تؤمن بذاتك، فاعلم بأنك ستجعل الحلم حقيقة. كفاك وقوفا عند أخطاء ماضيك، ولتكن وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة للمستقبل. لا تلقي باللوم على قلة إمكانياتك، فكل ما تحتاج إليه يكمن بداخلك، والنجاح يفتح الأبواب لمن يحب أن يراه. فلتبدأ الآن كي تصل إلى مصدر النور في أعماقك، وانتبه.
السلام عليكم. هذا الفيديو نتمنى يكون عجبكم، والفكرة ديالو مهمة ان خص الانسان ما يفقدش الامل في الحياة. مادام هناك بنادم حي امل في الله كاين. وهذه بالخصوص لواحد الصديق عزيز عليا بزاف، نتمنى من الله تكونوا فهمتوا المقصود ديال الفكرة ديالي، وشكرا للاهتمام ديالكم.